السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بكل خير. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان المبارك. ربنا يعود عليكم الأيام بخير يا رب. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم وجبة غدا بجد بجد خطيرة، وتنفع كمان في رمضان. فطار رمضان تبقى جميلة جدا وتشرفك كمان في العزومات. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. هنعمل مع بعض كفتة الرز. كده انا غاسله الرز كويس جدا. دي اول خطوة، بغسل الرز كويس جدا وبصفيه وبضربه في المطحنة بتاعه التوابل زي ما انتم شايفين كده. لو عندك كبة بتطحني فيها، بس الافضل مطحنة التوابل دي عشان تبقى بودرة كده زي ما انتم شايفين. معايا حزمة بقدونس وحزمة شبت وحزمة كزبرة. لو ما بتحبيش الكزبرة بتحطي مكانها ربطة شبت او حزمة شبت. بتقطعيهم كده اي تقطيعة لانها هتتفرم تاني في الكبة، فاي تقطيع يعني. لو ما بتحبيش الكزبرة بتزودي حزمة شبت كمان، يعني بيبقوا حزمتين شبت وحزمة بقدونس بدل الكزبرة، يعني ده لو ما بتحبيش الكزبرة. طبعا هنعمل وجبة حلوة جدا وموفرة واقتصادية. وهنعمل كفتة الرز بالفراخ، مش هنعملها باللحمة. ربع صدر فرخة بس او ربع كيلو بانيه. هتعملي كيلو من كفتة الرز. يعني شفتي ان هي اقتصادية وموفرة ازاي؟ من ربع كيلو بانيه هتطلع معاكي كيلو من الكفتة. وبجد طعمها حلو جدا والكل هيشكرك عليها. واخف كمان من كفتة اللحمة، اللي هي كفتة الرز باللحمة يعني. قطعت كمان كده، انا قطعت حزمة الشبت وحزمة البقدونس وحزمة الكزبرة، وقطعت بصلاية وقرن فلفل. القرن الفلفل ده بيديها ريحة حلوة جدا برضو. ومعايا كمان توم كده حبايبي. ده الربع صدر البانيه اللي انا قلتلكوا عليه، شفتوا قطعة صغيرة خالص هتطلع معاكي كمية كبيرة جدا. كيلو من الكفتة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا داخل علينا رمضان، كل سنة وانتم طيبين. فعايزين بقى نعمل اكل حلو جدا وينفع في العزومات، وكمان ينفع في فطار رمضان، وكمان يبقى حاجة اقتصادية وحلوة. بس اهم حاجة تتابعي الفيديو للاخر علشان تعرفي الطريقة، علشان تطلع معاكي الكفتة مظبوطة. وصدقيني لو عملتي الكفتة بالطريقة دي وعملتيها بالفراخ مش هتعمليها باللحمة تاني ابدا. كده قطعنا طبعا اللحمة مكعبات زي ما انتم شايفين، اي تقطيعة كده زي ما انتم شايفين. بفرمها كده في الكبة. هبدأ انزل عليها بالخضرة بقى بتاعتي كده حبايبي. هفرمها معاها برضو كويس قوي. طبعا انا ماشية معاكم بالخطوات واحدة واحدة علشان تعرفوا بس الطريقة تبقى ازاي. ولو كنتي لسه عروسة جديدة او لسه اول مرة تدخلي المطبخ وكده، ان شاء الله بس امشي معايا بالخطوات وهتعمليها وهتطلع ناجحة معاكي 100%. ضربت الخضرة، ده الرز بتاعي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده دي الخضرة بتاعتي بعد ما ضربتها كويس جدا مع البانيه بتاعي. هنزل بالرز بقى شوية بشوية علشان الكبة متقفش معايا. شوية بشوية كده وهضربهم مع بعض عشان يختلطوا ببعض كويس جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا لما بتغسلي الرز وبتصفيه بيبقى معاكي بودرة كده ناشفة زي ما انتم شايفين، مبقاش فيه مية خالص. طبعا بعد ما ضربتهم كلهم مع بعض وشوية بشوية زي ما انا قلتلكوا خلصت الكمية. بغلف بقى الرز بتاعي بالخضرة بقطع البانيه كلها في بعض كويس جدا كده. زي ما انتم شايفين هضيف شوية فلفل اسود وشوية ملح، وشوية ملح صغيرة خالص على ان انا هحط في الصلصة بتاعة الكفتة ملح وفلفل اسود وكده. فانا بحط يا دوب حاجة طعم بس الخليط بتاعي ده. شوية فلفل اسود صغيرين قوي، يعني نص معلقة صغيرة، ونص معلقة صغيرة برضو ملح. وطبعا بغلفهم بدعكم كلهم كويس في بعض كده. طبعا طريقتها سهلة جدا وبتبقى بجد بتبقى طعمها حلو خالص. هعمل دلوقتي الدمعة بقى او الصلصة بتاعت الكفتة بتاعتي. نزلت بشوية زيت
وطبعًا لو عندِك بقى سمنة بلدي بتحطي معلقة، بتودّي الطعم في حتة تانية خالص. لو ما عندكيش سمنة بلدي بتحطي معلقة سمنة كريستال أو يعني أي نوع عندِك. دي بصلاية أنا مقطعاها صغير، مقطعاها قطع صغيرة كده زي ما انتم شايفين. طبعًا هاقلّبها يا دوب تاخد لون بسيط خالص، يعني تصفر كده، كده حبايبي زي ما انتم شايفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ربنا يحسن ما بين إيديكم يا رب. كده البصلاية زي ما انتم شايفين يا دوب خدت لون بسيط خالص كده، نزلت عليها بمعلقة توم، يعني 3 4 فصوص توم كده دقاهم. اول ما تشمي ريحة التوم كده طلعت تنزلي بالصلصة. طبعا دي صلصة انا كنت مخزناها. لو ما عندكش يعني حاجة مخزناها، صلصة مخزناها، بتضربي نص كيلو طماطم في الخلاط وبتنزلي على البصل عادي، ما فيش مشكلة يعني. بس لازم كلنا بقى نجيب طماطم ونخزنها علشان رمضان، كل سنة وانتم طيبين. وانا ان شاء الله هعمل لكم فيديو كده اعمل لكم تخزين الطماطم ازاي ان شاء الله. طبعا انا حطيت برضو معلقة فلفل اسود صغيرة خالص، ومعلقة بابريكا او فلفل احمر، ومكعب مرقة. طبعا المكعب ده اختياري بس بيدي طعم للكفتة بتاعتي، وبيديها نكهة حلوة يعني، بس يعني براحتك، مش حابة ما تحطوش. وحطيت برضو معلقة ملح صغيرة. هسيبها بقى لما تتسبك براحتها. هبدأ اعمل الكفتة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. طبعا لازم احط شوية زيت في ايديا كده علشان وانا بعملها بكفتها كده او بعملها يعني ما تلزقش في ايدي. زي ما انتم شايفين كده تبقى سهلة كده وما بتلزقش معايا وانا بعملها. طبعا زي ما انا قلت لكم سهلة خالص وما بتاخدش وقت. كده زي ما انتم شايفين يا حبايبي. ممكن كمان لو يعني ممكن تخزني منها، يعني لو العيلة بتاعتك او اسرتك آم، عدد افرادها مش كبير، ممكن تعملي نص الكمية. وممكن تخزني يعني بعد ما تحمريها ممكن تعينيها تحطيها في طبق فل، وتحطيها في الفريزر وتطلعيها في اي وقت تسويها. لو العيلة يعني لو افراد الاسرة كبيرة بتعمليها كلها، وصدقني مش هيتفضل منها حاجة اصلا لانها تعجبهم جدا عن تجربة يعني، وهياكلوها بألف هنا وشفا. كده انا بوريكم كام واحدة كده، وطبعا هكمل الكمية كلها وارجع لكم اوريكم شكلها بعد ما خلص. كده حبايبي، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين عن شكلها عامل ازاي؟ وطبعا كل ما بتعملي الكفتاية تبقى صغيرة كل ما بتبقى شكلها وطعمها احسن. يعني حاولي تصغري حجم الكفتة بتاعتك وانت بتعمليها، بتبقى جميلة جدا. كده بكفتها معاكم كده. وطبعا ما تنسيش يعني في طبق جنبك كده تكوني حاطة فيه شوية زيت، تبلي ايديكي كده بالزيت علشان بس ما تلزقش في ايديكي. كل ما تيجي تعملي تبلي ايديكي وتبدأي تكفتي كده عشان ما تلزقش بس في ايديكي وتضايقك وانت بتعمليها. تبرميها كده بايديكي كده زي ما انتم شايفين يا حبايبي. هخلص الكمية بقى وارجع اوريكم شكلها عامل ازاي. ايه رأيكم يا حبايبي؟ شفتوا زي ما انا قلت لكم بتصغري الكفتة كده بتبقى جميلة. وكده الكمية خلصت، يلا بقى عشان نحمرها. عندي طاسة كده فيها زيت، وطبعا يعني اخليها تسخن جدا. واول ما انزل الكفتة فيها هبدأ اهدي النار علشان تتحمر براحتها، وعشان ما تتحرقش مني وبتبقى لونها مش كويس. كده حبايبي زي ما انتم شايفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كده زي ما انتم شايفين ما بتاخدش وقت خالص، بتحمر بسرعة. يعني يا دوب 10 دقايق، ما تكملش 10 دقايق كمان وتلاقيها احمرت معاكي. طبعا بتطلعيها في مصفى علشان تنزل الزيت بتاعها، علشان ما تبقاش بس حامية عليكي.
يعني بتحمي على الصدر كده وتتعبك، لأ بتطلعيها في مصفى ما تنزل الزيت بتاعها خالص كده حبايبي. طبعا انا بطلع اللي بيحمر واللي لسه ما احمرش بسيبه شويه لغايه ما ياخد اللون. هو ده اللون المظبوط بتاعها. طبعا ولادي كلوا نص الكميه وهي متحمره كده، بيبقى طعمها حلو. انا عن نفسي بحبها وهي متحمره كده، بحب افضل اكل فيها كده وهي متحمره، بتبقى جميله جدا. كل ما احط بقى شويه في الطبق ابص ورا ما الاقيش اللي انا حطيته. يلا بألف هنا وشفا. طبعا انا دقت الحوض لقيت الصلصه بتاعتي لسه عايزه شويه ملح، حطيت لها شويه كمان. ونسيت اقول لكم يا حبايبي، انا حطيت ميه، حطيت كوبايتين كبار ميه. عندك شوربه ممكن تحطوا شوربه، بس انا حطيت كوبايتين كبار ميه. وبعدين ظبطت الحوض زي ما انتوا شفتوا. كده بعد ما اتحمرت ممكن بقى في الوقت ده تخزنيها. يعني ممكن بعد ما تحمريها كده، لو انت عايزه تعمليها تطبخيها النهارده، تحطيها في اطباق فيل زي ما انا قلتلك. في اطباق فيل وتحطيها تخزنيها لشهر رمضان. تخزنيها في اي وقت طلعتي تعمليها، بتبقى سهله معاكي برضه. كده الصلصه بتاعتي بعد ما غليت بالميه، وزي ما انا قلتلك مش حابه تحطي ميه بتحطي شوربه. وقطعت بطاطسيتين كده مكعبات حطيتهم معاها برضو، بيتاكلوا بيبقوا جمال خالص. وهسيبها بقى تستوي غلوتين كده، وهدي النار واسيبها تستوي براحتها. ما بتاخدش وقت كتير برضو، يعني ربع ساعة بتكون استوت. زي ما انتم شايفين كده يا حبيبي، شكلها بجد يفتح النفس وطعمها احسن كمان. وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم.